أهلا بيكم في حلقة جديدة في قناة ديجوري. بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن شخصية يونان النبي، وهل شخصية يونان النبي حقيقة ولا خيال، وتاريخ صوم يونان النبي، وهل هو اسمه صوم يونان ولا صوم أهل نينوى. يونان ابن أمتاي هو من سبط زبلون، وهو اسم عبري معناه حمامة. هو من مدينة جتحافر القريبة من مدينة الناصرة، وبتبتعد عنها 3 أميال. وفي التقليد اليهودي يونان هو ابن أرملة صرفة صيدا اللي أقام إليه النبي، وهو واحد من الأنبياء الصغار. عاش يونان النبي أيام يربعام الثاني ملك السامرة، واللي استمر حكمه فترة طويلة حوالي 40 سنة، من 793 ل 753 قبل الميلاد تقريبا. ربنا قال ليونان روح نينوى المدينة العظيمة، حذرهم انهم يتوبوا لان شرهم زاد. نينوى دي بقى عاصمة مملكة أشور، وبتقع على نهر دجلة، واللي بيبعد حوالي 800 كيلو من جتحافر. نينوى مدينة عظيمة بسبب قوتها، وكان بيحيط المدينة سور ضخم. قام يونان علشان يهرب لترشيش. ترشيش بتقع جنوب أسبانيا، ووقتها كانت أبعد مكان في العالم، وكانت أقصى الغرب، ونينوى كانت أقصى الشرق. فنزل يونان من جتحافر وراح مدينة اسمها يافا، ودي كانت مينا مشهورة في أرض إسرائيل على ساحل البحر المتوسط. ركب السفينة ودفع أجرتها علشان يروح ترشيش. فحصلت عاصفة شديدة وإعصار بحري قوي، وكانت السفينة خلاص هتتكسر، وكل اللي على السفينة صلوا لآلهتهم ورموا أمتعتهم بقى، سواء بقى من أساس السفينة أو البضايع، علشان يخففوا من حمل السفينة. أما يونان كان نايم نوم عميق في قاع السفينة ومش حاسس. فجاله رئيس البحارة وقال له قوم اصرخ إلى إلهك يمكن يتذكرنا. وكل اللي على السفينة قالوا نلقي القرعة علشان نعرف مين السبب البلية اللي احنا فيها. والقرعة وقعت على يونان، فسألوه هم خايفين انت مين وأرضك ايه واحكي لنا عنك بالتفصيل. رد عليهم وقال أنا رجل عبراني خائف الرب الذي صنع السماء والأرض. فالرجال قالوا له طب نعمل ايه علشان البحر يهدى؟ فقال لهم ارموني في البحر والبحر هيهدى، لأن العاصفة دي بسببي. ولكن الرجال حاولوا يجدفوا علشان يرجعوا للبر تاني، لكن معرفوش وصرخوا إلى الرب. لو واخدين بالنا في الأول كل واحد فيهم كان بيصرخ لإلهه، أما المرة دي كلهم صرخوا لإله يونان رب البحر والبر. وفعلا رموا يونان النبي والبحر هدي، وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا لإله يونان. وربنا جهز حوت علشان يبتلع يونان، ويونان كان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي. وصلى يونان وتاب لربنا، وربنا أمر الحوت إنه يقذفه تاني إلى الشاطئ. وربنا قال تاني ليونان روح نينوى واعمل اللي قلت لك عليه قبل كده. والمرة دي يونان فعلا راح نينوى المدينة العظيمة، والمدينة بتتلف في 3 أيام. ولكن هو بعد مسيرة يوم واحد نادى وقال إن بعد 40 يوم المدينة هتنقلب. وفعلا تابوا وصاموا وصلوا ولبسوا المسوح. وسمع ملك نينوى فخلع رداءه ولبس المسوح، ودي علامة حزن. ونادى بصوم شديد في كل المدينة، وقال كل واحد يتوب علشان ربنا يسامحهم. وفعلا ربنا سامحهم. يونان زعل جدا واتضايق ان ربنا سامحهم، غالبا كده بسبب العداوة اللي ما بين مملكة أشور وإسرائيل وقتها. فيونان قال لربنا يعني أنا يا رب بادرت وكنت عايز أروح ترشيش علشان عارف إنك إله رؤوف رحيم، يا رب خذ نفسي. راح ربنا رد عليه وقال له انت زعلت على الحق في غضبك. فخرج يونان من نينوى ناحية الشرق، فربنا أعد له يقطينة فارتفعت فوق يونان علشان تكون ظل على راسه وتخلصه من غمه. وعند طلوع الفجر ربنا أعاد دودة ضربت اليقطينة فيبست وزبلت، فزعل يونان جدا وطلب الموت لنفسه. فربنا قال له هل انت اتضايقت على صواب من اكل اليقطينة؟ فيونان رد عليه وقال له فربنا قال يونان يعني انت يونان زعلت على اليقطينة اللي هي بنت يوم وبنت ليلة هلكت، ولا تشفق على نينوى المدينة العظيمة اللي فيها أكتر من 12 ربوة، يعني أكتر من 120,000 شخص
ده غير البهائم. اتذكر اسم يونان في السفر 16 مرة، وده بيأكد اللي حصل معاه وإن اللي كلمه فعلا ربنا بأمور حقيقية. واتذكرت شخصية يونان النبي في سفر ملوك تاني إصحاح 14-25، والسيد المسيح أشار إليه بنفسه في إنجيل متى 12. وكلام المسيح هنا بيأكد حدوث المعجزة فعلا في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي. والسيد المسيح ما قالش إن يونان كان رمز، وتكرر ده في إنجيل متى الإصحاح 16 عدد 4، وفي إنجيل لوقا الإصحاح 11 آية 29-32. معلمنا بولس الرسول ذكر شخصية يونان في رسالته الأولى لأهل كورنثوس إصحاح 15-4. وكل ده بيؤكد إن السيد المسيح والتلاميذ ومعلمنا بولس الرسول واليهود يعرفوا معجزة يونان، والأمر مش رمز أو قصة خيالية. وتم اكتشاف عملات أثرية من القرن الثامن قبل الميلاد وعليها صورة يونان وسمكة ضخمة. في أبحاث كتير قوي اتعملت على الحيتان، ولقوا إن في نوع ممكن ينطبق عليه نفس القصة بتاعة يونان. والحوت بيكون ضخم وما عندوش أسنان، وهو بيتحرك في المية فاتح بقه على مدى اتساعه، وبيقفل فكيه وبيدخل بلسانه على المية من خلال تجويف في بقه شبه الشبكة كده، فبتخرج المية ووراها الأكل. وقبل كده سد أحد الحيتان من هذا النوع قناة بنما، ولما بيبتلع الحوت شيء كبير بيقذفه للحجرة دي. وفي حفريات حديثة أثبتت وجود قبر في شمال فلسطين وهو قبر يونان النبي. وكمان في عملات معدنية فيها رسمة فيها إنسان بيخرج من بق الحوت، وفي مخطوطات كتير وفي أدلة كتير تاريخية. هنسيب لكم المصادر في الديسكريبشن. وقبل كده في واحد في القناة الإنجليزي كان بيصطاد فوقع من الأسطول بتاعه وابتلع حوت من نفس النوع ده، وبعد 48 ساعة اصطادوا الحوت بقنبلة واتفاجئوا إن لقوا الشخص حي، ولكن هو كان مغمى عليه بسبب تأثير الصدمة، وتسمى بيونان القرن العشرين. تاريخ صوم أهل نينوى. بدأ صوم أهل نينوى في الكنيسة السريانية في القرون الأولى، وكان المؤمنين بيصوموه في وقت الشدايد والمحن، وكانت مدته 6 أيام، ومع مرور الوقت بقى 3 أيام بس. ومع مرور الوقت تلاشى الصوم أصلا بسبب أنه كان بيصام في وقت الشدايد فقط. مذكور في كتاب السريان إيمان وحضارة للمطران إسحاق ساكت النائب البطريرك العام أن في القرن السادس صام المؤمنين في بلاد العراق وفارس، وبالتحديد منطقة نينوى، بسبب انتشار مرض الطاعون وقتها، واللي تسبب في وفاة كتير جدا من الناس، لدرجة أن هم أجروا ناس علشان يدفنوا الموتى بسبب كثرة الوفيات. وقرر رعاة كنائس المشرق ان هم يصوموا ويدعوا ربنا بالتوبة زي ما عمل اهل نينوى بالظبط ايام يونان النبي. وفي اراء بتقول ان اللي اقر صوم اهل نينوى هو مار ماروسا، ومشهور باسم ماروت السورياني، وهو اللي اقر الصيام ده على كنيسة المشرق في منطقة نينوى. منطقة نينوى بتتبع الكورس الانطاكي، وبعد كده انتقل الصوم للكنيسة الأرمنية والكنيسة القبطية. بدأ الصوم في الكنيسة القبطية في عهد البابا برقام ابن زرعة 62 في القرن العاشر، وهو كان من أصل سورياني، وكان بيصوم هذا الصوم والشعب كان بيصوم مع البطرك كعلامة حب بين البطرك والشعب. وكمان زي ما قال العلامة ابن مكين إنه أعلان حب للكنيسة السوريانية. كما في قوانين بابا خريستوزولو 66 والبابا كرولوس الثاني 67 صوم يونان ما كانش فرض على الكنيسة، ولكنه كان صوم مستقر زي ما توضح في قوانين أولاد العسال في القرن ال13، وزي ما أوضح برضو ابن كبر في القرن ال14 في كتابه مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة. وفي عهد البابا غابريال الثامن 97 في سنة 1602 أسقط هذا الصوم على الشعب، ولكن بعد نياحته الصوم رجع تاني. وبيقول ابن سباع إن الصوم اسمه صوم أهل نينوى زي ما صام أهل نينوى وناتوا بالتوبة. ولكن المتنيح الأنبا غرغوريوس أسقف البحث العلمي قال إن الصوم اسمه صوم يونان زي ما يونان صام في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، وإحنا بنقول على فطر يونان فصح يونان. وده التعبير اللي احنا بنستخدمه عن السيد المسيح، لأنه هو فصحنا الحقيقي وعبر بينا من الظلمة للنور. وصيام يونان بيجي قبل الصوم الكبير بأسبوعين علشان ينبهنا بالتوبة ونثبت الشهوات تمهيد لاستقبال الصوم الكبير. بركة وشفاعة يونان النبي تكون معانا، أمين.